السلام عليكم. النهارده قررت اجيب لكم سر طواجن المحلات، وهخليكي تعملي الطاجن ده زي المحل بالظبط ويطلع بالجمال ده برضه. دايما المحلات ما بيرضوش يقولوا سر الطاجن ده لحد. النهارده قررت اعمل لكم الطاجن بتاعهم، وانا اخترت النهارده ان انا اعمل طاجن اللحمه بالخضار ولسان العصفور، لانه من اجمل الطواجن اللي بتطلب دايما في المطاعم، ومحدش برضه بيرضى يقول لك سر الخلطه اللي بيحطوها على اللحمه. النهارده هنعملها واوريك اللحمه ازاي طالعه دايبه وجوسي جدا. بص قطعه اللحمه دي طريه ازاي، هقول لك نعملها ازاي. يلا بينا نبدا الطريقه. نسمي الله ونصلي على الرسول. الطاجن ده بيعتمد على البصل، فانا هستخدم هنا كيلو من البصل قطع جوانح. وهستخدم كمان معاهم حوالي نص كيلو من الفلفل الرومي. وطبعا الطاجن ميحلوش من غير قرن فلفل يكون حامي. وكمان عليهم حوالي نص كيلو من الطماطم. الطماطم نقطعها باي طريقه تعجبنا، ممكن نقطعها كريهات او ممكن نقطعها جوليان، مش هتفرق. بس انا كنت محتاج فعلا معلقه صلصه معاها، بس ما كانش متوفر عندي. وما دام بنعمل الطاجن بتاع المحلات لازم نعلي التست بقى بشويه توم حلوين، ولازم يكون توم بلدي. وقولوا لي في الكومنتات رايكم في طريقه التقديم، هل الطريقه دي افضل ولا الطريقه اللي انا كنت بتبعها في الاول احسن، ان انا بحضر كل المكونات واجمعها قدامكم. وفي الوصفه دي ان التوم بتاعنا كل ما ننعمه اكتر كل ما يديكي تست اعلى وريحه الطاجن بتاعك تجيب اخر الدنيا. الطاسه بتاعتنا تكون سخنه جدا على النار، وهننزل فيها كده بمعلقه حلوه من اللي هي متقطعه صغير جدا. هنشوحها لحد ما توصل معانا للدرجه دي. هننزل بعد كده عليهم بمعلقتين من الزبده او معلقتين من السمنه، وكميه الدهون اللي قدامنا دي مش كتير بالنسبه للمكونات اللي هتتحط عليها. هننزل بعد كده بكميه البصل بتاعتنا وهنسيبها لحد ما تتدبل. انا هنا مش هشوح البصل خالص، انا بالعكس هسيبه لحد ما يدبل معانا شويه. بس كده الدرجه دي جميله جدا، انا عاوز اوصل لدرجه الجولد دي. عايز احس ان البصل معايا طري في نفس الوقت ولونه جولدي. هبتدي على طول انزل بالفلفل الاخضر بتاعي وقرن الفلفل الحامي، وهنزل كمان معاهم بمعلقتين التوم اللي احنا هرسناهم. وهنقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه وهنسيبه 5 دقايق على النار. لو خدتوا بالكم انا هنا بدبل الخضار بتاعي، بس انا هنا مش بشوحه لدرجه كبيره قوي، يا دوبك الخضار بتاعي يدبل. هنزل بعد كده عليهم بالطماطم، وهنزل بنص معلقه من الفلفل الاسود، وهنزل كمان بنص معلقه من الملح، ورشه من القرفه الناعمه، ونص معلقه من السبع بهارات. وهنا بقى التوابل السريه اللي محدش بيقولك عليها ابدا، هنا ورق لورا مطحون مع كبابه صيني مع واحدتين من القرنفل. انا وانا بقلب كده الروايح ابتدت تظهر، يا جمال الروايح حاجه كده تحفه بصراحه يا جماعه، اتمنى تجربوها بجد. في المحلات بيعملوا منها كميه كبيره جدا وبيخلوها في الستوار جنبهم، كل ما في طاجن بيطلب بياخدوا شويه من اللحمه، بيحطوا اللحمه ويحطوا شويه من الخلطه دي فوق اللحمه وبيدخلوها الفرن. وانا هنا حطيت اخر حاجه فصين من الحبهان، دايما بحط الحبهان في الاخر في الطواجن عشان خاطر التيست بتاعه يفضل موجود. انا كده التسبيكه بتاعتي جميله جدا وخلصت بقى شكلها تحفه زي ما انتم شايفين. ومش عايز اقول لكم الروايح اللي طالعه منها عامله ازاي، حاجه كده وهم. انا هبتدي احط معلقتين من الشوربه بحيث ان انا انزل الجوزي بتاع الطماطم والخضار بتاعي. المحلات ما بتعملش كده بقى. انا هنا حطيت اللحمه عشان اطعمها من الخضار اللي انا عامله، لكن المحلات بتحط اللحمه دي في طاجن وتحط عليها الخلطه دي وبتدخلها الفرن. انا حبيت اديها غلوتين معاها بس اطعمها. واللحمه دي لحمه مسلوقه عادي جدا، هي 3/4 سوا، عشان خاطر تكمل ربع السوا بتاعها في الطاجن في الفرن. هنحضر الطاجن بتاعنا وندهنه بقطعه من الزبده، ده هيديله تيست حلو قوي، وهتكون طعمها جميل وهتدعوا لي عليها بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رايكم فيها ايه. هنبتدي نحط الخلطه بتاعتنا ونرص اللحمه بتاعتنا على قد ما نقدر انها تكون تحت. الطاجن ده بياخد له في الفرن حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. ولو تلاحظوا انا مخفف الطاجن ده بشوربه شويه، لان انا في اخر ربع ساعه هحمر لسان عصفور واحطه مع الطاجن ده.
زي ما انتم شايفين دي كميه السوائل اللي موجوده في الطاجن. لو انتم مش حابين لسان عصفور فيه هنشيل كبشتين شوربه من الطاجن ده. الطاجن بتاعي جاهز وشكله زي ما انتم شايفين كده. خد بالظبط حوالي ساعه الا ربع. اخر ربع ساعه انا حطيت فيه اللسان عصفور وسبته 10 دقايق، بعد كده ولعت عليه الشوايه. شايفين الجمال والطعمه؟ وش الطاجن ملوش حل بصراحه، تحفه. انا الطاجن بتاعي هاكله مع رز بشعريه. وكمان اللسان العصفور اللي انا حطيته كان حوالي نص كوبايه، حمرته وحطيته في اخر ربع ساعه. اتمنى ان الطاجن يعجبكم وان انتوا تجربوه، واتمنى ان عودتي تاني تكون يعني خفيفه عليكم. انا عايز بس اوريكم ان اللحمه مستويه ازاي. بصوا اللحمه عامله ازاي يا جماعه، دايبه. قطعه لحمه دايبه. انا مستخدم لحمه هنا قطعيه اسمها السن. السن دي جميله جدا في الخضار وفي الطواجن، هتعجبكم ان شاء الله. فما تنسونيش بالكومنتات الجميله بتاعتكم واللايك. متشكرين جدا ليكم. سلام عليكم.